ونستنى لقاء القمة في فاينل مرتقب لبطولة السوبر في الإمارات، والجالية المصرية اللي دايما بتبقى مالية مدرجات ملعب محمد بن زايد عشان نستنى اللقاء إن شاء الله يوم الأحد نستمتع بيه كلنا. الزمالك أفضل، قلنا عبد الرؤوف يستحق فرصة تدريب الزمالك، وشفنا ده في أرضية الملعب إزاي الراجل بيكافح وواقف على الخط وبينه وبين لعيبته في زوايا اتصال على طول، وإزاي بيقدر يستخدم أوراقه حتى بعد الإصابات اللي كانت في بداية اللقاء واللي كانت قبل اللقاء. شفنا حتى ازاي بيستخدم سيف جعفر على الناحيه اليمين وشيكوبانزا شمال، وبيقدر يستخدم الجزيري في اخر اللقاء. شفنا ازاي شحاته موجود في نص الملعب وقادر يشيل الفرقه بشكل كبير مع نجم الماتش ونجم الفريق ناصر ماهر اللي افضل لعيب في المباراه الحقيقه. وفرحت جدا لما خد ان هو احسن لعيب في المباراه مش عواد، لانه فعلا كان يستحقها. افضل ماتش لناصر ماهر من ساعه وصوله للزمالك. شيكوبانزا مش لازم يستنى كل الوقت ده عشان يبدا يظهر في الزمالك، لان الوقت مش هيسعفه كتير لو رجع المصابين او الزمالك قدر يعمل صفقه او اتنين في يناير. لازم شيكوبانزا يبقى افضل من كده، لازم يلتحم مع المجموعه اكتر من كده. حاسه بعيد، حتى هو بيحتفل وبيرقص لوحده مش مع الفرقه. مش حاسه دخل لسه في وسط لعيبه الزمالك شيكوبانزا او اتحب منهم او بقى من ضمن المجموعه. عمرو ناصر لازم يبقى افضل من كده كتير، لازم عمرو تجتهد شويه، لازم تبقى جاهز بدنيا اكتر. الجزيري خدنا منه ال10 دقائق البدني اللي عنده وخبرته في ضربات الجزاء، كل ده استغله الحقيقه عبد الرؤوف اللي كان فعلا احق بفرصه تدريب الزمالك، اللي الظروف زي ما قلنا جابته في الوقت اللي كان ممكن يبقى لا يمكن يتوقع انه هو يكون لمدير فني مصري مع الزمالك مع جون ادوارد، لكن بيأكد على جاهزيته لاستكمال مسيره. انا اتوقع ان هو لو خد الفرصه هيبقى افضل مدير فني متاح للزمالك، خصوصا في ظل الظروف الماديه بعدم القدره على التعاقد مع مدير فني برقم كبير اجنبي. يبقى الافضل نستثمر في ابننا اللي هو عبد الرؤوف او ابن الزمالك ويكمل بفرصه كبيره، رغم ان هو كمان يستحق حتى لو في فرصه تعاقد مع مدير فني اجنبي. استكمالا طبعا للاهلي وسيراميكا اللي ما كانش عنده القدره انه يقدر يلعب ماتش كبير قصاد الاهلي. شفناه فرقه نازله تلعب من غير حماس، بتلعب ماتش للظهور من غير ما يبقى عندهم الثقه في نفسهم ان هم يكسبوا المباراه. الاهلي لسه عنده مشاكل كتير الحقيقه. اوحش الاهلي في نقل الكوره وفي اللعب الامامي، صناعه اللعب، البيلد اب، كل ده مشاكل. قول زي ما تقول الديفندرين واللعب ما بينهم في المساحات، وشفنا الجون اللي جه في الشناوي، كلها مشاكل. هنشوف الاهلي هيقدر يظهر بالشخصيه في النهايه قصاد الزمالك ولا هيظهر في نفس المشاكل. الزمالك يفوز على بيراميدز اللي ما جاش الامارات ولا عنده الشخصيه ان هو ينتقم من هزيمته قصاد الزمالك في لقاءاته السابقه، وخصوصا ماتش السوبر اللي فات. وحاجات غريبه جدا بصراحه لبيراميدز، ما شفناش خالص اي لعيبه على مستواه في الفرقه تماما. الفرقه بالكامل اوت اوف فورم ما عدا ممكن مهند لاشين شويه اللي كان موجود هو واحمد سامي، غير كده مفيش حد خالص في فورمته. اهلي وزمالك فاينل الامارات ان شاء الله، ونشوف عبد الرؤوف هيقدر يحقق المفاجاه ولا الاهلي هيرجع على حساب الزمالك وغريمه المفضل في العوده للانتصارات.